وقيل للأعرابي أيضا: صف لنا شر النساء، صف لنا شر النساء. فقال: شرهن الممراض، لسانها كأنه حر، تبكي من غير سبب وتضحك من غير سبب، كلامها وعيد وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على زوجها ولا تعين زوجها على الزمان، إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحك، تبكي وهي ظالمة وتشهد وهي غائبة، قد دل لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. هذه هي شر النساء.